اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ده مارش بتاع عربيه. الحقيقه انا ما فكتش مارش عربيه من جوه قبل كده، وشفنا الاجزاء بتاعته، عايزين نشوفه برضو بيشتغل ازاي ومن جوه وكده. ده الترس ده اللي انا بشاور عليه، ده اسمه ترس بندكس. لما بنبدا ندور العربيه بيطلع لفوق عشان يعشق في ترس الفولان، وبالتالي لما الملف اللي جوه بيلف يبدا يحرك ترس الفولان اللي هو واصل بعمود الكرنك بتاع الموتور بتاع العربيه، فيبدا يدور العربيه. دلوقتي هنجهز العدة. احنا محتاجين لقمة 8 ولقمة 13 ومفك صليبة. هنفك الاول مسمارين صليبة، في مسمارين قصاد بعض صليبة صغيرين اللي هما دول، وعندنا مسمارين تانيين عكس بعض برضو بس مقاس 8، يعني بيتفكوا بلقمة 8. هنبدأ نفك اول واحد والتاني نهويهم ونخرج المسمار. بصوا مسمار طويل جدا، وفي قصاده الناحية التانية برضو واحد كمان، ونخرج الوش اللي بره اللي هو بيبقى فيه تحتيه الشربونات. ده الاوتوماتيك، هو بيبقى مربوط بمسمارين صليبة، بس الحقيقة هو تعبني جدا ومسمار منهم باظ فمعرفتش افكه. كان نفسي افكه برضو ونشوفه مع بعض من جوه، بس للأسف ما قدرتش. انا دلوقتي برضو بحاول فيه اهو، لكن بصراحة ما نفعش خالص. هنفك دلوقتي الصامولة ال13 اللي هي بتربط الكابل، وهنخرج الملف. الجزء ده اللي هو بيبقى فيه المخدات او ملف تاني برضو اللي هو بياخد الكهرباء عشان يولد مجال مغناطيسي اهو الجزء ده، فلما بياخد كهرباء بيبدأ الملف يدور جواه بسرعة. ده الملف، ودي الحدافة او الشوكة، دي واصلة بالاوتوماتيك. هي اوريكم شكلها برضو شوية من قريب، اللي هي دي. ده الاوتوماتيك لما بياخد كهرباء، لما بنفتح كونتاك بيبدأ ان هو يحرك الشوكة دي لتحت، فبتبدأ تحرك الترس. يعني لما ياخد كهرباء الشوكة دي بتحرك الترس بحيث ان هو يعشق في الترس بتاع الفولام، فلما بيعشق في ترس الفولام يبدأ الموتور يشتغل بسرعة، اللي هو الموتور الكهرباء ده، وبعدين يدور العربية. اهو الترس ده بيبدأ الملف يلف بالشكل ده، فبيخلي الترس يلف الترس بتاع الفولام والعربية تبدأ تدور. هنبدأ نقفل كل حاجة زي ما كانت تاني. الشربونات دي بتبقى على سوست، فهنبدأ نحركها بس ندخل السوستة لجوه عشان تقفل معانا كويس. ركبت اهي، وحطينا الكابل بتاع الكهرباء، ونقفل الوش. نحاول بس نظبط الوش كويس في المكان بتاعه مظبوط، عشان لما نركب المسامير تنزل في المكان بتاعها مظبوط. يعني انا دلوقتي بحاول اهو ان انا اظبط مكان المسمار ان هو يربط في مكانه كويس. طبعا دي كانت تجربة بالنسبة لي جديدة. اهو ربطنا المسمارين اللي هما المقاس 8 والمسمارين التانيين للصليبة، وهبدأ اقرط عليهم. وبعد كده بركب الصامولة ال13 على الكابل، وبكده نبقى قفلناه تاني زي ما كان. وده شكله بعد ما اتقفل. طبعا ايديا اتبهدلت بالمنظر ده، ولسه في صورة تانية هوريها لكم مكان الشحم والزيوت اللي كانت مغطية، لان ده مع الاستخدام والزيوت بتنزل عليه والتراب والكلام ده بيبقى متبهدل جدا.
هي كانت تجربة كويسة ليا، وكانت اول مرة يعني بالنسبة لي ان انا افكه، وقلت اشارككم بيها. بشكركم واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.